ذنوب بني آدم وإن كثرت ففضل الله سابغ على عباده، إذ شرع لهم طاعات يواليها عليهم لتكفر عنهم سيئاتهم. فالتوحيد الخالص المتصف بالصدق واليقين المجانب لنواقضه يكفر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. وشأن التوحيد عند الله عظيم لمن حققه، فيومان في الأسبوع يغفر الله فيهما لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إن لم تغش كبيرة من كبائر الذنوب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.